كام يوم رحت معرض الكتاب في مكتبة اسكندرية، وكنت متخيلة ان انا هشتري كتب كتير قوي. حتى عندي كتب كتير في الويش ليست على بنترست، كنت عاملة سيف لكتب كتير عايزة اجيبها. آه، بس طبعا لما رحت كان قبل اخر يوم، كان زحمة، واظن هو من اول يوم زحمة، كان زحمة جدا جدا جدا. فبس انتهى الأمر بإن أنا جبت كتابين، وجوزي هو اللي جاب كتب كتير، بس أنا جبت كتابين. فعايزة أوريكم النهاردة الكتابين اللي جبتهم، وأكلمكم على آخر كتاب قريته والكتاب اللي قاعدة بقراه دلوقتي. بس أول كتاب جبته من معرض الكتاب اللي هو The Creative Act. أولا هي النسخة مش النسخة الأصلية تقريبا، أكيد مش تقريبا، أكيد. كان نفسي اجيب النسخة الأصلية، بس مش مشكلة الصراحة، كنت حاسة ان انا محتاجة اقراه دلوقتي. وهو بيتكلم عن ازاي تطوروا من طريقة تفكيركم ونظرتكم للحاجات اللي حواليكوا، ازاي تحولوا كل الحاجات دي، ازاي تستلهموا منها وتبقوا كرييتيف اكتر من الحاجات اللي حواليكوا. فبس اغلب الكرييترز اللي انا بحبهم وبحب شغلهم اتكلموا عنه، وكنت حاطه عندي في الواش ليست ونفسي اقراه بقالي مدة، وجبته وهبتدي بيه. والكتاب التاني اللي جبته اسمه بلو سيسترز. هو الكتاب ده هي رواية بتتكلم عن 4 اخوات او 3 اخوات، بعد ما اختهم الرابعة بتموت بيتجمعوا تاني. والرواية بتحكي عن، المفروض عن ازاي بيتعاملوا مع الحزن ده. فكان عندي فضول ان انا اقراه، فبس لسه ما ابتديتش بيه برضو. اوكي، دول الكتابين اللي انا جبتهم من معرض الكتاب. قبلها بكام يوم كنت نازلة اتمشى، وبرضو جبت الكتاب ده، بدأت بيه وعايزة اخلصه النهاردة. طبعا كتاب لغسان كنفاني، أرض البرتقال الحزين. وهو كتاب صغير أصلا، هو مجموعة قصصية بتحكي عن اللي تعرض له الشعب الفلسطيني بعد النكبة. فبس عايزة أخلصه النهاردة إن شاء الله، إن شاء الله أكون خلصته. آخر كتاب عايزة أحكي لكم عنه هو ثلاثية غرناطة. الكتاب بقاله عندي كتير قوي، وبقاله سنين عندي في المكتبة، وقريت منه 100 صفحة أول مرة، ومش عارفة ليه ما كملتوش. حقيقي مش فاكرة السبب، مع ان انا فاكرة انه عجبني من اول ما قريته. بس دلوقتي بما اني الحمد لله بقالي فترة رجعت المود القراية، فقلت عايزة اقراه من اوله لاخره واخلصه في مدة يعني كويسة، اقعد اقراه كويس. فقد ايه طبعا، مش محتاجة اقول قد ايه الكتابة جميلة، ووصف الاندلس جميل، وطريقتها في الكتابة حلوة قوي. عايزة اقرا لكم حكاية جوه الرواية. كانت شخصية مريمة بتحكيها لشخصية طفل من الأطفال اللي موجودين في الرواية. أوكي، فبتقول له: ألا تريد أن أحكي لك حكاية يا علي؟ ماذا ستحكين؟ ما تختاره وأحكيه. حكاية كعبة الحجاز. أخذته من يده إلى الغرفة ووضعته في الفراش، وتمددت بجواره، ثم بدأت تحكي عن كعبة الحجاز: بهية في ثوب مخملي أسود تزينه خيوط الذهب والفضة، يسعى الناس إليها من كل مكان ليمتعوا عيونهم برؤيتها ويفرحوا بلمسها وباللقاء. وفي يوم من الأيام نزل على الكعبة عدد من الملائكة، فقابلتهم الكعبة بالود والترحاب وأكرمتهم. ثم لاحظت أنهم يحملون معهم سلاسل غلاظا. سألتهم: ما هذه السلاسل؟ قال الملائكة: جئنا بهذه السلاسل لنجرك إلى يوم الحشر. تعجبت الكعبة، قالت: لن أذهب. قال الملائكة: نأخذك إلى الجنة، فكيف لا تذهبين؟ قالت الكعبة: لن أذهب إلا ومعي أحبابي. سألوا: ومن أحبابك يا كعبة؟ أجابتهم: كل مظلوم من أهل الأرض. انتظروا فأعلمكم بهم، فتذهبون إليهم وتأتون بهم، فأذهب في صحبتهم إلى الجنة. ولا حاجة لجري بالسلاسل الغلاظ، فأصحابي كثر، سيحملونني وأدلهم أنا على الطريق. راحت الكعبة تسمي أحبابها، ومر 100 عام والكعبة تحصي والملائكة ينتظرون، ثم مر 1000 عام والكعبة تحصي وهم ينتظرون. يعني طبعا الرواية كلها مليانة
حاجات جميلة، بس دي أكتر حكاية لفتت نظري أو عجبتني. فبس هقعد أقرا أخلص أرض برتقال حزين لغسان كنفاني إن شاء الله. فبما إني جبت كتب جديدة وعايزة أقراهم في نفس الوقت، عايزة أخلص دي النهاردة، أوكي، وعايزة أبتدي بدول الاتنين مع بعض بكرة، وعايزة أعمل بوك ماركس DIY، حاجات أرسمها وحاجات أعملها، فعايزة أصور لكم برضو عشان نعملهم سوا. فبما ان الوقت اتأخر فمش هعملهم النهاردة، فبكرة ان شاء الله هقعد اقرا الكتاب واشوفكم بكرة.
هاي. وبكده أكون خلصت فيديو النهاردة. يعني عايزة أوصف لكم إحساسي بعد ما قعدت وقلت عايزة أعمل كرافتس أو DIY. دي حاجة أنا بحبها من وأنا صغيرة، و في مشتتات كتيرة يعني في الحياة إن أنا مرجعش أعمل حاجات بحبها، رسم، كرافتس، أيا كان. ف فالchannel بتاعتي كنت في البداية عايزة أعمله عن الرسم والurban sketching بس أنا بحب حاجات كتير، عندي اهتمامات كتير، مش عايزة أحصر نفسي في حاجة واحدة. فمبسوطة قوي بجد بعد ما خلصت، ولقيت عملت منه كتير قوي، عملت من البوك ماركس ده كذا واحد كتير كتير. كنت هخلص الورق فعملت كتير قوي من كتر ما انا مبسوطة. سوري على الدوشة اللي في الشارع. عملت كتير قوي من كتر ما انا مبسوطة وعايزة. المهم عملت كتير قوي ومبسوطة، و... وعارفة ان انا هكون مبسوطة اكتر لو استمريت وقعدت ارسم ومش مستنية النتيجة. دي حاجة انا بحبها، وعملت الشانل بتاعتي علشان انا بحب الحاجات دي وعايزة اكمل فيها. بحب ارسم وبحب اعمل حاجات بايدي. ف شكرا. عايزة اقول الكلمتين دول عشان ان شاء الله مستقبلا ارجع اشوف الفيديو ده. شكرا لل24 شخص اللي عاملين لي سبسكرايب. ان شاء الله عقبال ما يبقوا اكتر بكتير، بس انا ممتنه لل24 حتى لو ما كانوش لسه بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. شكرا لل24 شخص اللي عاملين لي سبسكرايب، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات كتير، وتبقى فيديوهات متنوعه عن حاجات كتير، كلها عن الفن، عن الكتب اللي بقراها، عن يومي، عن حياتي في اسكندريه، ازاي بحاول romanticize my life. ازاي نفسي ابقى اكتر شخص كرييتيف ان شاء الله، وكلنا نبقى كرييتيف يعني. واتمنى ان انا الشانل بتاعتي تكبر، يبقى فيها ناس كتير قوي عندهم نفس الاهتمامات بتاعتي، ونشجع بعض على ان احنا نعمل حاجات حلوة، يبقى عندنا البابل بتاعتنا كده، ونعمل حاجات كرييتيف سوا. وبس، وشكرا، واشوفكم في الفيديو الجاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي.